اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ازيكم يا حبايبي عاملين إيه، وازيكم يا أحلى أخوات وأحلى صحاب في الكون، أخباركم إيه؟ باتمنى يا رب إن أنتم تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال وراحة بال، قولوا آمين، اللهم آمين يا رب. أول حاجة كده يا حبايبي عايزاكم تنزلوا تسيبوا لي كومنت وتصلوا فيه على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وتشجعوني كده بكومنت حلو تشجيعي منكم كده، واللي لسه ما اشتركش في القناة أتمنى إن هو يشترك في القناة ويفعّل زر الجرس على علامة الكل، عشان كل ما أنزّل حاجة جديدة ييجي لكم منّي إشعار، وشرف ليّا متابعتكم ليّا، وتاخدوا كده جولة عندي. أهلًا بيكم وأهلًا بكل حبايبي الجداد اللي داخلين القناة، باقول لكم أنتم نورتوني وشرفتوني، ووجودكم معايا دوّة يعني نعمة كبيرة، ربنا يا رب يخليكم ليّا. ما تنسونيش بقى تحطّوا لنا اللايك يا حبايبي، وتعملوا شير كتير كده، شيّروا الفيديو لكل اللي تعرفوهم عشان خاطر قناتي تتشاف وتكبر بيكم بإذن الله. عايزاكم بقى فضلًا منكم وليس أمرًا تشاهدوا كده كام إعلان ليّا، وتتفاعلوا على كام فيديو كده ليّا عشان القناة ينزل عليها أرباح، ويكون ربنا يعني يأذن إن ربنا يرزقني منها بأمر الله، وربنا يرزقنا ويرزق الجميع، اللهم آمين يا رب. أول حاجة كده يا حبايبي أنا طبعًا بدأت اليوم بتاعنا ده ما كانش بدري ولا حاجة طبعًا، كانت الضهرية كده، اليوم ده بادئة متأخر معاكم. عايزة أقول لكم دخلت على أول حاجة كان عندي غسيل على الحبل، وكان في غسيل كمان في قلب الغسالة عاوز يتنشر. المهم إن أنا دخلت على البلكونة أول كده ما يعني قايمة من النوم متأخرة الضهر كده، رُحت داخلة على يعني كنت الساعة ييجي لها 11:00 كده تمام. أنا طبعًا قُلت إيه، قبل ما أعمل أي حاجة ألِم الغسيل الأول، لإن الجو كان حلو وكان مشمس كده وحلو، الجو كان جميل جدًا. ورُحت إيه، لمّيت الغسيل، ورُحت منفّضة البلكونة ونفّضت الشيش بقى بتاع البلكونة وبتاع الشباك، عشان خاطر كان عليه كمية تراب حلوة كده، كان بقى لي كام يوم بصراحة ما عملتهمش خالص. وكان عندي بقى الغسيل زي ما أنا ما قُلت لكم كده كان عايز يتنشر، المهم إن أنا أول حاجة لمّيت الغسيل عشان خاطر ما انفّضش عليه، لمّيت الأول الغسيل اللي أنا عايزة ألمّه اللي كان عليه يعني الحبل عشان خاطر لمّا آجي أنفّض، وطبعًا نفّضت بقى البلكونة وكنستها ومسحت السور كمان، وبعدين جِبت الغسيل اللي كان في قلب الحطة اللي اتغسل قبليها بيوم بالليل، رُحت إيه، قُلت لمّا أنشره كمان والجو كده جميل. وعايزة أقول لكم كمان إن أنا كنت يعني اليوم ده كنت أنا مستعجلة فيه عشان ورايا كذا حاجة، وكنت كمان خارجة، كان ورايا مشوار كده، وجِبت بقى كمان البطانية وقُلت كده أنشّرها عشان خاطر لقيت الجو جميل جدًا زي ما أنتم ما شايفين كده الشمس كانت حلوة، زي ما أنتم ما شايفين كده، قُلت بقى كده أهوّي البطانية بتاعتنا وكانوا البنات كانوا لسه نايمين، كانت بصراحة قُلت بقى خلاص خلّي بقى البلاطين التانيين بقى إيه، في يوم بقى تاني. أنا هنا بقى كده بانشر بقى الغسيل بعد ما أنا نفّضت بقى البلكونة وكنستها. طبعًا زي ما أنتم عارفين باحب أبدأ اليوم بتاعي كده بموضوع الغسيل ده، عشان موضوع الغسيل ده ما بيخلصش خالص، لو عندنا غسيل بقى على بقى الحبل نبدأ إن إحنا نلمّه وننشر غيره عشان خاطر اليوم بيبقى النهار قصير يعني وكده، ويلحق كمان ينشف ونلمّه على آخره النهار. طبعًا الغسيل ده ممكن أنشر بالليل، ممكن ألِم بالليل عادي يعني، بس يعني المهم إن يكون إيدينا في قلب الغسيل على طول عشان ما نتكوّمش علينا الهدوم وكده. زي ما أنتم عارفين إن السَبَت الغسيل عامل زي حوض المواعين بالضبط، ما ينفعش إن هو يفضى من يعني كده الغسيل، حاجتين في البيت ما بيفضوش خالص، ولا الغسيل ولا يعني المواعين، فربنا يا رب يدينا الصحة يا رب. إحنا هنا طبعًا كنت أنا نشرتهم زي ما أنتم ما شايفين كده، وطبعًا عايزة أقول لكم إن أنا بقى إيه خرجت رُحت بقى كده رُحت أجيب بقى لحمة وكنت عايزة أجيب طلبات للبيت، رُحت أنا بقى إيه نزلت، طبعًا أول حاجة أنا قُلت بقى الحمد لله أنا إيه هانشر، وبعدين أخرج بقى براحتي عشان هاجيب اللحمة عشان هنعمل النهارده غدا إيه، قُلنا بقى هنعمل النهارده فتة زي ما أنتم ما شايفين كده، ده بقى كنت أنا بقى رُحت جِبت اللحمة وجيت، وقُلنا بقى نعمل الفتة. خلّيكم بقى شوفوا معايا أنا باعمل الفتة إزاي، وزي ما أنا معوّداكم بالتكات بتاعتنا مع أم ملك. وعايزاكِ بقى تتابعي الفيديو لحد آخره وتحطّي لي اللايك، ما تبخليش عليَّ في اللايك. إحنا هنا بقى كده جِبنا اللحمة، رُحت شطفتها وجِبت الحلة، حطيت فيها معلقتين سمنة، ولازم نسيب السمنة تسخن عشان ندّي للحمة بتاعتنا الصدمة زي ما أنتم ما شايفين كده، مهم جدًا إن إحنا ندّي اللحمة بتاعتنا الصدمة دي، وغطيناها لحد لمّا شربت عشان مَيّتها، خاطر تبقى كده لونها كده حلو وتبقى آخد أحلى حبّة شوربة منها. أنا باحب دايمًا أعمل اللحمة بالطريقة دي. زي ما أنتم ما شايفين كده، بُصّوا شايفين اللون بتاعها الدهبي ده الجميل؟ بسم الله ما شاء الله. أنا طبعًا شربت المَيّة اللي كانت فيها كلّها، خدت الصدمة، نزلت أهم حاجة تكون السمنة تكون سخنة،
ونزلت بقى ببصلاية كبيرة، ونزلت بطماطميتين، ونزلت بكام ورقة لورا كده زي ما أنتم ما شايفين، وهننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، معلقة صغيرة كمون، وبانزل بمعلقة صغيرة فلفل أسمر، وطبعًا ما بنحطش ملح خالص إلا لمّا خلاص بتكون استوت فاضل لها غلوة واحدة بس، تمام، وبانزل بسِنّة قرفة، جربوا القرفة يا جماعة في اللحمة، عايزة أقول لكم بتدّي taste عالي جدًا، بتخلّي اللحمة جميلة جدًا، يعني حبّة صغيرين أوي كده، يعني ربع معلقة شاي صغيرة، تمام كده، وطبعًا قلّبتها كويس تقليبتين كده، وبعدين باكون معلّقة على الكاتل مَيّة مغلية زي ما أنتم ما شايفين، ننزل بقى على اللحمة بتاعتنا، عايزة أقول لكم والله بتبقى طعمها جميلة جدًا، وكمان بتبقى ريحتها حلوة وطعمها حلو. هنا بقى كده أنا هاسيبها بقى، طبعًا أنا هازوّد كمان مَيّة كمان عشان خاطر أنا هنعمل طبعًا فتة وعايزة بقى شوربة، خلّيكم بقى معايا عشان تشوفوا طريقة الفتة كمان بتاعتي جميلة جدًا. وطبعًا زوّدت كده المَيّة بتاعتنا كده، وهنوطّي بقى عليها وهنسيبها تستوي براحتها. أنا طبعًا كنت بقى مجهّزة بقى الطماطم بتاعتنا اللي هنعمل بيها الفتة، ومجهّزة كده إيه، يعني مقشّرة راس توم كده، عشان خاطر زي ما أنتم عارفين أنا لمّا باقول لكم إن أنا باقعد أقشّر التوم، باقشّر للوصفة كلّها توم، ودقّيته كده في قلب الهون، لو عندِك كَبّة كده خديه في الكَبّة على طول. أنا طبعًا عايزة أقول لكم إن أنا إيه، اللهم صل على النبي، الفتة النهارده طبعًا كلّها توم بقى وخَل بقى وكده، وهتشوفوها دلوقتي بقى معايا. هنا بقى أول حاجة هنعمل بقى إيه، والنبي أنا لسه هاعمل إيه، هنعمل بقى الصلصة، أو طالما حشيت التوم يبقى نعمل الصلصة. نزلت بقى بحبة زيت، ونزلت معلقة توم كده حلوة، ويا دوبك التوم تاخد كده ريحة كده، يعني تطلع ريحتها كده، ننزل عليها بمعلقة كبيرة كزبرة. أنتم عارفين طبعًا التوم ويعني كده الكزبرة توأم، توأم كده ما يختلفوش عن بعض، لازم طالما في توم يبقى تحطي كزبرة كده على طول. اللهم صل على النبي. وعايزة أقول لكم مش عارفة أنا كنت عاملة في الفيديو اللي فات برضه، فاكرة إن كنت عاملة برضه كشري وكانت نفس برضه الصلصة دي، باعملها طبعًا برضه التوم وبرضه الكزبرة والخل كده زي ما أنتم ما شايفين. بانزل بقى هنا بالخل بقى بتاعنا، يعني قد نُص كوباية شاي كده خل، وبننزل عليه بالطماطم زي ما أنتم ما شايفين كده، كمان بننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، كزبرة، ملح، فلفل، كمون، بس كده، ونسيبها بقى تعيش مع نفسها. ودي كانت الصلصة بتاعة الفتة معانا، جميلة جدًا، نفس برضه طريقة بتاعة برضه الكشري، بس الفرق بتاعة الكشري كنت حاطة فيها بابريكا، تمام كده، هي نفس الطريقة بتاعتها كده. أتمنى اللي ما شافش فيديو كده الكشري بتاع الفيديو اللي فات، أتمنى يروح كده يشوفه هيعجبه جدًا، طريقة جميلة يعني كده الكشري. وكنت عاملاه لوحده قبل كده برضه يعني، أنا أول ما فتحت القناة كنت بانزّل وصفات بس، طبعًا لمّا ما لقيتش عليها مشاهدات، وما لقيتش عليها مش يعني ما بتجيبش مشاهدات أوي، رُحت عاملة بقى روتين يعني عشان يبقى روتين يومي. فأتمنى تشجعوني كده، واللي ما حطّليش اللايك يحط لي اللايك يالّا، وشيّروا الفيديو على قد ما تقدروا كده يا حبايبي. أنا هنا بقى كده هنعمل الرز، طبعًا نقلت الصلصة على العين الصغيرة اللي جوّه دي، زي ما أنا قُلت لكم إن أنا باحب أشتغل كده يعني طالما البوتاجاز عندي كبير يبقى نشتغل كده على كل كده على كل يعني العيون، وبالذات لمّا أكون أنا مستعجلة. أنا طبعًا باشوّح بقى نعمل حبة رز أبيض، رز أبيض سهل جدًا يا جماعة، حبة زيت وحبة سمنة، وننزل عليهم الرز بتاعنا يبقى إيه، هنفلفله وننزل عليه بالشوربة بتاعتنا الجميلة. طبعًا أنا استنيت لمّا الشوربة بقى كده قربت تستوي عشان آخد منها الشوربة اللي أنا هاعمل منها الحاجة. وطبعًا لمّا بنسقي الرز بتاعنا ما تسقوش كلّه شوربة بس، لأ تسويه لو مثلًا كوبايتين شوربة يبقى كوباية مَيّة عشان خاطر الرز بتاعِك ما يبقاش ناشف، وما يغيبش معاكِ فيه كمان فيه يعني كده التسوية. هنا بقى كده طبعًا الرز بتاعنا كان اتشرّب، ونقلته على العين الصغيّرة، أصغر عين طبعًا عندنا، ووطيت عليه خالص. هنا بقى بنعمل إيه، زي ما أنا مورّيكم كده، أنا كان عندي عيش شُقق، رُحت إيه، مكسّراه كده حِتت صغيّرة زي ما أنتم ما شفتوه كده، وهنعمل برضه التومة بتاعتنا زي ما إحنا عملنا تومة الصلصة، برضه زيت، توم، التوم ريحته طلعت، نزلت عليه الكزبرة، ونزلت بيه برضه قد نُص كوباية خَل كده، ونزلت بيه العيش بتاعنا، ده عيش يا جماعة اللي هو الشُقق، تمام. لو ما عندكيش عيش إلا الشُقق ده، ممكن تعملي العيش اللي هو تجيبي العيش عادي وتروحي مقطّعاه بالمقص كده، وتدخّليه في قلب كده في قلب الفرن، تدهنيه حبّة زيت الأول، وتخلّيه إن هو يتحمّص معاكِ. وفي عيش بيتباع برضه متحمّص جاهز بتاع برضه كده بتاع برضه الفتّة،
لأي حد يعني كل واحد وذوقه يعني في يعني الأكل. إحنا هنا بقى كده شوّحت العيش كويس بالتومة بتبقى جميلة جدًا، عايزة أقول لكم بتبقى ريحتها جميلة، ونزلت بيه كبشتين أو مغرفتين من الصلصة اللي إحنا عاملينها على يعني العيش، وكمان نزلت بيه قد كوباية شاي من الشوربة أو يعني كوبايتين، ما يعادل كوبايتين كده، لحد لمّا تحسّي إن العيش بتاعِك يعني بدأ إن هو إيه، يطرى شوية كده معاكِ. عايزة أقول لِك إن العيش بالطريقة دي بتبقى جميلة جدًا، بيتحمّص مع التومة بقى واخد من التومة ومن بقى الكزبرة، وطعم الصلصة برضه فيه بتبقى جميلة جدًا. أنا طبعًا خدت العيش بقى بتاعنا حطيته على الصينية اللي أنا هاقدّم فيها تمام، إحنا هنا بقى كده كنت باعمل إيه، أنا هنا كنت باعمل بقى الدقة اللي بتتحط على يعني كده الوش تمام، حبّة زيت، زي ما أنا قُلت لكم البطل بتاعنا النهارده في الشغل كلّه هو التوم، يعني قشّرت راس توم كده حلوة كبيرة كده، ورُحت إيه، عايزة أقول لكم والله باحب ريحة التوم أوي، ما أنا باعمل الأكل كده باحب ريحة التوم جدًا. برضه زيت، التومة تتحمّر هننزل عليها بالكزبرة، وبعدين هننزل عليها بالخل، بس إحنا هنا هنضيف بقى شوربة، حبّة شوربة كده، وهنضبّط لو عايزة سِنّة ملح تحُطّي لها حبّة ملح كمان، ودي بتبقى على وِش بقى وِش صينية الفتة بتاعتنا بتبقى جميلة جدًا، جدًا. في ناس ما بتعملهاش يا جماعة، بس صدّقوني بجد بتبقى طعمها جميلة جدًا، هي اللي بتدّي للفتة كده طعم كده حلو. الفتة بتاعتنا بالدقة، يعني بتبقى جميلة جدًا. زي ما أنتم شايفين كده. أنا هنا كنت بادوقها حسّيت إنها عايزة سِنّة ملح، زي ما أنتم ما شايفين، بسم الله ما شاء الله، عايزة أقول لكم إن الريحة كانت جميلة جدًا، مش عارفة الريحة واصلة لكم والّا لأ يا جماعة؟ يالّا حطّوا لي لايك وشجعوني كده أمانة عليكم، ولو لسه ما عملتيش اشتراك يالّا انزلي اشتركي بقى ونوريني في قناتي كده وخدي كده خدي كام جولة كده فيها. هنا بقى طبعًا جِبنا الرز بتاعنا، شايفين الرز بقى مفلفل وجميل وريحته عسل كده، ريحته جميلة جدًا. ننزل بقى على الرز بتاعنا، على العيش بتاعنا اللي إحنا عملناه، العيش اللي إحنا حمّصناه هو العيش أصلًا يا جماعة متحمّص، هو ناشف أصلًا، إحنا بنطرّيه على النار، شارب بقى من التومة ومن الحاجات الحلوة اللي إحنا عملناها دي، عايزة أقول لِك أحلى حبّة فتّة تقدري تعمليهم، وآدي الصلصة بقى بتاعتنا، صلصة جميلة وعايزة أقول لِك بتبقى طعمها جميلة جدًا، يعني كده الخل بتبقى حلوة، وكمان بنضيف عليها أنا نسيت أقول لِك إن أنا باضيف عليها معلقة صغيرة سكر عشان تعادل يعني الحموضة اللي في قلب كده في قلب يعني الطماطم، ودي كده الدقة بتاعتنا اللي إحنا عاملينها بالتومة بقى وبالخل، ننزل بقى على الوش كده، عايزة أقول لكم اتفضلوا بقى معانا يا حبايبي، كده الفيديو النهارده بتاعنا خلص واللحمة كانت دايبة وأحلى حبة شوربة، أتمنى يا رب إن أكون ضيفة خفيفة عليكم، وما تنسونيش بقى في أحلى لايك منكم يا حبايبي.